السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهارده بقى هعمل معاكم يوم كامل على السطح. لا اوعوا تتخضوا من المنظر، والله العظيم هيبقى زي الفل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. بس انتوا عارفين الدنيا مقلوبة وكده، بسبب برضو يا جماعة ان احنا يعني بنفضي مكان للحمام والبط، يقوم ايه يكركب لنا الصالة شوية على السطح يعني. بس السطح من بره نضيف ومفهوش اي حاجة. ربنا يخليكم يا رب ليا ويديمكم نعمة في حياتي ولا تحرم منكم ابدا. وجزاكم الله خير كتير يا رب، جزاكم الله خير كتير. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا بحبكم جدا في الله وبدعي لكم والله العظيم. يشهد علي ربنا انا بحبكم قد ايه وبدعي لكم من قلبي، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وبر ربنا يا رب يجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. يا رب يا رب يعني. انت اللي عالم بحالنا وغني عن سؤالنا وادينا على قد نيتنا يا رب. بص يا جماعه، يعني انا بنتي قعدت في الحته دي تقلس عليا وتضحك عليا، تقول يا اما انت بتوريهم ايه، يا اما انت بتوري. بقول لها بوريهم يا بنتي انا تعبت قد ايه تحت البط ده. اقسمت بالله انا تعبت. بصوا، انا بقيت انا مقتوله. كلمه مقتوله دي شويه. ليه بقى؟ ان عندي البط ده وعندي بط تاني هتشوفوه دلوقتي، وعندي حمام. اخيرا الحمام طلع حمام. ربنا يخليكم لي ويديمكم نعمة في حياتي ولا تحرم منكم أبدا. وجزاكم الله كل خير. على فكرة الفيديو ده أنا نزلته، بس نزلته بموسيقى شهر رمضان لأني أنا المونتاج مش عارفة. الفيديو نزلته مش راضي يظبط في المونتاج خالص خالص. كنت بسجل الصوت من قلب التليفون ما بقاش يسجل صوت خالص. قلت يمكن اللعب من السامسونج، أرجع للأوبو. رجعت للأوبو، برضو التليفون مش راضي يسجل صوت خالص خالص. قلت بقى ايه، خلاص اسجل في تليفون تاني وابعت يعني ابعت الموسيقى، يعني اللي هو صوت، يعني ابعته، فاهمني؟ فالمهم الفيديو التاني اللي نزل عليه موسيقى رمضان جه عليه حقوق تبعه ونشر، وجه علامة الدولار حمراء. فطبعا قلت لا انا مش عايزة مشاكل مع اليوتيوب. ده اليوتيوب بيتصلب لأي حد على فكرة يا جماعة، والله العظيم بيتصلب لأي حد. فقلت لا انا في غنى عن كل ده. اما انا اعمل ايه بقى؟ قلت ايه، اسجل يعني صوت وامسح الفيديو وخلاص، واسجل الصوت على ده تاني. ارجو منكم كلكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتقفوا جنب اختكم في الله ام احمد يا جماعه. انا ام احمد يا جماعه، او شيرين. اعزكم الله. على فكره يا جماعه والله العظيم بجد انا عندي، يعني انا عندي محتوى حلو جدا جدا جدا، وتعبانه عليه جدا. بس كل ما في الامر ان انا مش بلاقي يعني مشاهدات، مش بلاقي حد يقول لي شيرين كملي واحنا معاكي. شيرين انت زيك زي كل القنوات التانية. طب اشمعنى هما بيتابعوا انا لا يا جماعة؟ مع اني والله العظيم من يوم ما طلعت على اليوتيوب ده انا عمري ما كدبت عليكم مرة، وعمري ما عملت حوارات علشان مشاهدات او عشان فلوس او يشهد عليا ربنا. يعني انا دايما مؤمنة يا جماعة ان طول ما انا يعني نيتي حلوة، خلاص ربنا هيدينا على قد نيتي ان شاء الله. فطبعا انا مفيش حد بيكبر لوحده. انا بس طالبه وقفتكم معايا ان شاء الله القناه ده هي تكبر باذن الله، وربنا يرزقني منها ان شاء الله. طبعا ولو ربنا رزقني هتبقوا انتوا السبب يا جماعه. ويا بخت يا بخت اللي بيكون سبب في رزق حد. يعني هنياله بجد في الدعوه الحلوه. وانا داعيه لكم بقول لكم دايما ربنا يكبر بخاطركم ويرضيكم يا رب، يصلح حالكم. شايفين بطي؟ بص يا جماعه، دي خلطه اسمها خلطه لاكل البط كده، خلطه على عيش، على اني بابل عيش وبحطهم. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ياكلوا ما شاء الله. طبعا مع خس، مع ورق كرنب، ساعات بحط برسيم، مع بواقي اكل البيت. والله العظيم انا مظبطاهم. تعالوا بقى نشوف بقى بط التاني. شايفين بطتي؟ 6 بطات بس بسم الله ما شاء الله مطلعين عيني. مطلعين عيني والله. يعني ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويخليهم. وطبعا شايفين الحمام؟ حمامي بقى اول ما يلاقيني كده بقى يعني بنضف للبط وكده، تبص تلاقيه غيران. والله العظيم تلاقيه واقف لي بعيد. اول ما اقفل على البط وخلاص اخلص، ابص تلاقيه جاي بقى عليا وانا باكله. سبحان الله. الحيوان بيحس بكل حاجه يا جماعه، بيحس بكل حاجه. انا هنا طبعا كنت كنست للبط وحطيت له الميه وحطيت له الاكل وظبطت له الدنيا. قلت لا، ما انا مش هسيب، مادام كنست يبقى اكنس له كله. كنست البط ده والبط ده وللحمام، وحطيت اكل الحمام وبصوا زي ما انتم شايفين كده والميه. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، كان عندي برام كده بحط فيه ميه للبط اتكسر. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل يا جماعه، مش مشكله.
يعني كل يجيبوا ربنا حلو. بعد لما بتيجي في الحاجات دي احسن ما تيجي في عيالنا يا جماعة، اما تيجي في الحاجات دي احسن ما تيجي في عيال. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ ولادنا ويخليكم ويخلينا ويرزقكم ويرزقنا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون وزيل هم كل مهموم. اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. اللهم ارزق كل بنوتة يا رب بالزوج الصالح اللي يهنيها ويسعدها. انا والله بجد يا جماعه انا مش عايزه اذكر حد بعيني، بس كل المتابعين حبايبي، كل الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لك والله على راسي، سواء كان متابعين محترمين من احبتي طبعا في الله في دول الخليج، سواء من مصر، والله كلكم على راسي والله. وبعدين يا جماعه محدش بيكبر لوحده ولا ايد لوحدها بتسقف، لازم نكون كلنا كده ايدينا في ايد بعض. وانا والله لو لقيت تشجيع انزل لكم فيديوهات كل يوم وربنا ان شاء الله يكرم ويصلح الحال يا رب لنا وليكم. وانا برضه هفضل يعني شاكره فضلكم عليا، والله شاكره فضلكم عليا. انا هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده كان البط طلع، فقلت مادام البط طلع لا يعني انا سيلفي بيطلع حماتي بتطلع، مش عايزاه مره تقول لي ده البط بهدل الدنيا ده البط معرفش ايه. رغم ان انا على فكره انا ايدي في البيت ده كله، يعني مش شرط هنا بس على السطح، يعني يعلم ربنا والله العظيم انا ايدي في البيت كله ما بيفرقش معايا على فكره. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا شايفه ان الشغل عمره ما كان بيتعب، انا اللي بيتعبني الكلمه الوحشه عشان تبقوا انتوا عارفين. ودايما يعني انا من النوع اللي بتاثر باي كلمه على فكره يا جماعه، يعني اي كلمه بتاثر فيا، سواء حلوه او وحش. يعني لو حلوه تلاقوني مش جايه نفسي اكل وفرحانه وطايره من الفرح، ولو سمعت خبر حلو تلاقوني بصوا زي ما يكون واكله خروف كده في بطني. ولما بكون زعلانه برضو او حد يقول لي كلمه وحشه برضه ما يبقاش ليا نفس ان انا اكل، وابقى قاعده زعلانه وحاسه ان انا شايله طواجن ست فوق دماغي، وحاسه ان الدنيا كلها جت عليا، وحاسه فاهميني اللي هو اللي هو بتاثر كده باي حاجه. فطبعا والله يا جماعه يعني بيفرق معايا كلامكم، كومنتاتكم الجميله كل حاجه حلوه بتقولها معايا. طبعا يا جماعه ما تستغربوش ان الصاله عامله كده، بس طبعا عشان افضي الحمام والمطبخ واحط فيه حاجتي زي ما انتم شايفين كده. ربنا يكفيكم شر المكان الضيق والله يا جماعة. طبعا في ناس كتير هتقولك شيرين احمد ربنا احنا ساكنين، والله العظيم حمداه وشكراه وفضل، يعني فضل ربنا ده كبير قوي عليا والله يا جماعة، وان شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد والشكر. انا بس بفهمكم الوضع عامل ازاي، فبقول لكم المكان الضيق تلاقيه كده مكركب بيتوسخ بسرعة، يعني فاهميني اللي هو انت ما بتبقيش عارفة لا تروحي ولا تيجي كده يعني. فالحمد لله على كل حال، من حمده زاده يا جماعة، من حمده زاده. اللهم لك الحمد. وعايزة أقول لكم يعني ربنا أمرنا كده وقال لنا من لا يشكر الناس لا يشكرني، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.